بداية الفطار بتاعنا في المغرب لازم تاكل مسمن. مسمن ده يا جماعة حاجة كده تحس اللي هو زي الفطير المصري بتاعنا، بيدهنوه بقى جبن على عسل على كذا حاجة. فاحنا جينا محل شعبي هنا في السوق، احنا دلوقتي في السوق القديم، هنفطر فطار كده شعبي بسيط بداية اليوم عشان نعرف نكمل اليوم بتاعنا. فيلا بينا هنديها بقى الفطار. انا احسن حاجة بحب اكلها بالعسل او سادة، نديها كده وبسم الله. So we have something similar in Egypt called فطير. okay. بس هو ده شبه الفطير بس طعمه حلو، يعني تبدأ فيها حاجة خفيفة كده في أول يوم. Which is better? Both of them. Okay. هنا بيقولوا على الشاي التاي، ولازم بالنعناع الصبح تديلك واحد مع الفطار عشان تظبط. اصلي هنشوف حاجه تانية ناكلها. دي اسمها ايه؟ اللي انت جبتها دي كاوكاو. كاوكاو. ودي تمام. اوكي كاوكاو هذه تمر هذه لوز. اوكي. ودي جواها ايه؟ خلينا نجرب دي برضه، شكلها غريب. دي معموله بايه؟ هذه الشباكية. هات لنا واحده شباكيه. يلا. جبنا شويه حلويات مغربي، دي كلها حاجات ما نعرفهاش خالص، بس احنا عن ثقه يعني ان شاء الله تطلع حلوه، نجربها مع بعض على ضمانتكم. الحاجات دي ما هو دول كتير بقى، اصلا لسه يومي كله اكل فايه، فبنسخن بس كده. فالحلويات هنا مختلفه عن مصر، فاحنا هنجرب دايما الحاجات المختلفه عشان نشوف ايه النظام. هنجرب الحاجات اللي جبناها كلها، الحلويات المغربي. You wanna try first? Which one do you don't? Which one do you want? anyone, choose anyone. احنا هنجربهم ونشوف آرائنا وآراء الناس برضه. يعني try one. Any Honest review. What's it like? Chocolate? It's dates. It tastes like. Oh, it's dates. Yeah. It tastes like marzipan, marzipan, like a Dutch treat. But then datey. It's interesting. Interesting taste. Great. Okay. Go. You like it? Yeah? It's kind of like cookie dough with sesame seeds. I like it. Yeah. From 1 to 10, how much do you rate it? 7. 7? I rate it 6.5. Okay. Could be better. Your turn. هنجرب بقى احنا الحاجات اللي باقيه دي، تحس ان هي زي سمبوسه كده. طعمها غريب بس لذيذه دي. This one is 6. It's a 6? Oh, okay, not too good. Moi. دي شكلها ممكن تبقى ألطف، That one is good. ممكن يبقى زي بلح الشام. 9. It's pretty good. Yes. دي أحسن واحدة، في عسل كتير من جوه، طعمها حلو، مش عارف اسمها بس طعمها حلو. دي عاملة زي القطايف بقى. This one is weird. بسم الله. This is 2. 2 out of 10. This So bad. Why? مش لطيف. What's in it? ملهاش طعم. This is tasteless. Oh, there's no taste. جامد. The best one. The best one. أصلي. The winner. كل الحاجات اللي عجبتني قالوا لي هي حلوة، بس الوحيدة اللي ما عجبتنيش قالوا لي ده هي أحسن حاجة. أحسن عادة. بس هي الحلويات المغربية الصراحة أصلي تسلم إيديك والله، جميلة. أسعارهم رخيصة هنا في المغرب عامة، والناس بسمة جميلة في كل حتة. عاش والله، تسلم ايديك حبيبي، مع السلامة. احنا ماشيين دلوقتي في قلب المدينة القديمة، الشوارع كلها ضيقة ويعني هو سوق مفتوح، فاحنا ماشيين في الدهاليز بندور على المطعم هناكل فيه أكلة جامدة قوي يعني. فخليكم معانا كده عشان دلوقتي
يعني احنا قربنا عليه بس احنا تايهين شويه لان الشوارع كلها ضيقه فهنلاقيه ان شاء الله. عايز اقول لكم بقالي ربع ساعه فعلا حرفيا بدور على المكان لان احنا تايهين في الشوارع. الشوارع زي ما انتم شايفين صغيره جدا وكلها شبه بعض، وتدخل في الشارع تلاقيه مقفول، الGPS بيقول لك مفتوح فتروح لافف من الشارع التاني، فلفه كده بس هنلاقيه. فاحنا اخيرا لقينا المطعم يا جماعه، مطعم نعيمه. هو المنيو عنده حاجه واحده بس، يعني الكسكس عندهم كسكس بس. تدخل هو مفيش منيو اصلا، انت تدخل تقعد هو هينزل لك الاكل، فاحنا ندخل نجرب الكسكس عندهم عشان الكسكس عندهم هنا هو هوم ميد، اسره بيعملوا الكسكس مخصوص ليك، فهو ما عندكش اختيارات. كسكس يوم الجمعه ده الاكله الرسميه، النهارده يوم الجمعه فاحنا لازم تجربه، ما ينفعش تبقى في المغرب وما تجربش الكسكس. فاحنا هندخل دلوقتي نجرب. المطعم طبعا صغير بس يعني ان شاء الله يبقى جميل. السلام عليكم. الاخبار لو هتيجي المغرب هو الكسكس، يعني نجرب كده نقول بسم الله. حلو، حاسس ان هو في طعم الاكل البيري. هو المحل كله اصلا 6 ترابيزات، محل صغير بس هتاكل فيه احلى كسكس. احلى حاجه كل حاجه مستويه السوا الصح. الفراخ برضو مستويه ما شاء الله، السوا بتاعها جميل يعني جوسي زي ما بنقول، هي فعلا جوسي. التوليفه كلها مظبوطه معانا، مظبوطه الصراحه. لو هتقيمه يعني ده احلى كسكس كلته لحد دلوقتي في المغرب. خلينا نكمل كده عشان ده الغدا بتاعنا، وهنكمل بقى بقيه التور لان لسه في كلام كتير قوي. فيا جماعه لو متابعين الفيديو لحد دلوقتي ده متنسوش تعملوا لنا سبسكرايب، اكتبوا لنا كومنت كده عايزين ننزل فيديوهات ايه تانية على المغرب عشان دعمكم هيفيدنا كتير الفترة الجاية بإذن الله. فيلا بينا. اكلنا خلاص لحد ما معدتي مش قادر الصراحة. دلوقتي بقى تعالوا نشرب حاجة حلوة، يلا بينا. في كده دراجون فروت كده، ايوه اصلي هو دي الدراجون فروت، سعرها ب 600 جنيه عندنا الدراجون فروت دي. ورق غالي شويه عندنا غالي اه في غالي مصر. حبيبي اه والله. بس مش غالي فتغلى عليا. هتلاقي عندهم كيوي وليمون، الفواكه كلها مرصوصه. بصوا كلها الفواكه هنا زي ما انتم شايفين، هتلاقوا الاسعار محطوطه فوق. اصلي اصحاب الراحه حبيبي. انا هجرب بس لو ما عجبنيش مش هدفع. ايه ماشي في مشكله. حبيبي خلينا نجربه كده بسم الله. ايه بالك والله طعمه حلو. هي الفاكهه نفسها الدراجون فروت دي اصلا ما يبقاش ليها طعم لما تيجي تاكلها في اغلب الاوقات، بس هي فاكهه اسيويه بس طعمها حلو. يعني ب 10 درهم يعني حوالي 20 جنيه. جميله والله. انا جيت دلوقتي نتعشى بقى في مطعم، ده اكل مختلف يعني عامه مع ماجد صاحبي، بس هو مش عايز يطلع. تمام. هنقول لكم الحاجات بقى، المقبلات في البدايه عامله ازاي اهو. هذه بالمغربي كنقولوا لها اوكي. هذا هو الاساسي الزعلوك، ده اسمه زعلوك معمول بالبتنجان بالظبط. هذه التكتوكه دي زي الشكشوكه عندنا بس معموله بالفلفل. تكتوكه تكتوكه اسمها تكتوك. وهذه هي سلطه ماروكا، يعني سلطه مغربيه من الطماطم والبصل والزيتون والفلفل الاخضر. سلطه مغربيه يعني هي المفروض زي السلطه الخضراء عندنا بس هي مغربيه. ده شبه حمص، ده شبه حمص. هذا مو شبه الحمص، حاجه شكل كده. تمام. ده بقى الاختراع بقى، يعني هو ده الاختراع. هذه المغربي بالسمك. دي حاجه كده اللي هي جامده قوي، تحس اللي هي جلاش من بره بس جواها سي فود او سمك. تمام. اسمها الباستيرا صح؟ الباستيرا دي بقى اللي هي انا حاسس ان هي هتبقى حلوه، يعني من شكلها هتبقى حلوه. هات كل اللي عندك. احسن حاجه فيها اللي هي بتقرمش، فيها سمك من جوه مع شويه خضروات خفيفه وجمبري. طعمها جامده، طعمها جامده بمعنى جامده. اجمد طاجن بقى اللي انا مستنيه. تفضل مرحبا. طاجن برقوق مع لحم مع بصل، يعني ده اجمد طاجن ممكن تاكله عامه، ومستنيه عشان نصوره بقالنا كتير.
طبعا الطاجن هنا مشهور في المغرب جدا، اللحمه نفسها مستويه قوي فتقطع منك اساسا. بص يا معلم، تاخد البرقوق مع اللحمه خرافي. الفكره اللي هو حلو وحادق مع بعض، فطعمه جامد جدا الصراحه. البرقوق ده اكتر حاجه، ده احلى طبعا الصراحه، بحبه، لازم تجربوه. مدي يعني طعم ميزز كده للاكل. ادينا بقى شويه شاي بقى مغربي. ايوه التاي ولا شاي؟ شاي. هنا لازم يقول لك عليه التاي مش شاي، بس يعني كلام كبير قوي. ايوه حبيبي تسلم لي. احلى تحيه لاهل المغرب والله. حبيبي شكرا حبيبي. بص احنا جينا بقى يعني اغرب حاجه واحسن حاجه لازم تجربوها وانتوا في المغرب. احنا هنجرب الحلزون. ايوه ماشي. نعم خويا. اي صفت على حبيبي تاني. بسم الله. ما عندناش الكلام ده خالص. رهيبه. يعني الحلزون زي ما احنا بنقول عندنا في مصر الحلزونه، اما الحلزونه في الميدان بتاع مراكش وسط البلد، يعني زي ما بنقول، او مش وسط البلد، في المدينه القديمه، عشان نجرب حاجه من اغرب الحاجات اللي فعلا اللي هتجربوها. وعايز اقول لكم هي طعمها حلو يا جماعه، يعني هتعجبكم. وخلينا اوريكم كده الحلزونه عند عم حسن. بص هتلاقي الترابيزه كلها فيها حلزون من هنا، والناس كلها قاعده بتلاقيهم مركزين في الاكل، وهو قاعد يطلع الاطباق الصغيره دي. بصوا كده الطبق ده، تاخد خلة السنان والحلزون تصطاده كده، صح كده؟ حاسس الموضوع صعب قوي. بسم الله. ما عندناش الكلام ده خالص، اول مره. هو الموضوع بياخد وقت لحد ما يطلع يعني، فتلاقي الناس كلها مركزه عشان قاعده تاكل. الشوربه دي بقى احنا بنقول عليها في مصر البهاريز. دي شوربه البهاريز. بهريز اللي فيها كل حاجه. رهيبه. ده كميه بهارات رهيبه. ده بياخد 4-5 ساعات لحد ما يسووه. كل اللي قاعد هتلاقيه بيركز بياكل بس، يعني هو بيبص في الطبق عشان يخلص الحلزون بتاعه. خلينا نجرب. ده بيقول لك مشروب السحر القاهره. هذاك ماشي المشروب السحري، المساخن. هو ده المغات اللي هو بتاع الحوامل. ممنوع عن الحوامل، ممنوع. في كمية أعشاب، رهيبة. ديال الطموقة المعجون. مشروب ما تفهمش هو ده ايه. شي شوية ديال الميتة. بس طعمه حلو والله. هو بحار. في أعشاب كتيرة بس أنا مش فاهم ده ايه، بس هو طعمه حلو. أنا مش قادر أعمل أي حاجة تانية. تجربة جامدة جدا الصراحة. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهاردة من المغرب. احنا لفينا على قد ما نقدر نجرب الأكلات الغريبة في المغرب والأكلات الحلوة. طبعا في أكلات كتيرة جدا لازم تجربوها وانتوا في المغرب، فهنسيب لكم الجزء الثاني تتفرجوا عليه من الأكل من المغرب. هنحاول على قد ما نقدر نجيب أكلات تانية من المغرب. رحلة سعيدة في المغرب.